السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بيكم. فيديو النهاردة هنعرف أنواع شبك الكنفا وإيه الخيوط المستخدمة في عمل شنطة عن طريق شبك الكنفا والأدوات المستخدمة اللي محتاجينها في عمل شنطة بشبك الكنفا. أنا عندي هنا نوعين من الشبك، شنطة بتيجي جاهزة مقصوصة والنوع التاني بيجي مش مقصوص. طبعا أنا بالنسبة للشنطة اللي بتيجي بالشكل دوت جاهزة مقصوصة وهتقفليها كنت عاملة ليها فيديو مفصل، هحط لكم اللينك في صندوق الوصف. لو اول مره تشوفي قناتي، انا قناه كروشيه كوين. لو لسه ما اشتركتش في القناه اشتركوا وفعلي زر الجرس ليوصلك كل جديد. طبعا بالنسبه للنوع الاول دوت انا عملت فيه فيديو مفصل. النوع دوت بيجي بالشكل دوت، هو مقصوص يا دوبك انت هتشتغلي عليه الشغل وهتقفليه وهتشتغليه. انا زي ما قلت لك هحط لك اللينك اللي انا عامله فيه الشنطه، وهو مفصل وهتستخدمي ايه في الشنطه دي. هحط لكم اللينك في صندوق الوصف او في علامه الاي. طبعا فيديو النهارده بقى انا هعلمكم لو انت جبتي بقى شبك مربع بالشكل ده هتقصي ازاي، وهتستخدمي خيوط، عامل ايه انواع الخيوط اللي هتستخدميها والادوات كمان المستخدمه. النهارده هنتعلم كيفيه القص، ويلا بينا نشوف هنقص الشنطه ازاي. طبعا انا هوريكم هنا الشنطه دي اللي هي المربعة، القطعة المربعة كانت الفتحات فيها كبيرة شوية، أما الشنطة اللي بتيجي مقصوصة جاهزة الفتحات صغيرة شوية. وطبعا أنا هنا جبت النوع ده كان ناشف شوية، فلو هتجيبي نوع ياريت تجيبي نوع أطرى من ده شوية عشان يبقى سهل معاكي في الشغل. النوع ده طبعا كان الجرزة بتاعته أو الفتحات بتاعته واسعة شوية، ليها إبرة معينة غير النوع التاني، وهعلمك كمان الحاجات دي كلها في آخر الفيديو. تابع معايا الفيديو للآخر ونشوف كيفية القص والخيوط المستخدمة والأدوات المستخدمة. أنا هنا هقص القطعة ديت وهوريكم كيفية القص. كنت عاملة جزء صغير من الشغل عليها عشان هعرف أنا هشتغل إيه وهحتاج مساحة الشغل اللي هشتغله قد ايه. طبعا انا هنا عشان اشتغل تطريز معين، نوع من التطريز المعين، فانا كنت محتاجة عدد معين من الفتحات. تمام، فانا هنا عملت جزء صغير عشان اعرف انا هحتاج قد ايه. خلاص، فانا كده هعد الجرز او الفتحات الموجودة في الشنطة وهقص على العدد اللي انا عايزاه عشان الشكل اللي انا هعمله. طبعا انا هبدأ هنا اقص. بتيجي هنا من عند المربع، اخر مربع انت مش هتشتغلي فيه، بتيجي وتبدأي هتقصي المساحة اللي انت عايزاها. زي ما موضح هنا انا هبدأ اقص بالشكل دوت بعد ما خدت المساحة اللي انا عايزاها، وهبدأ اقص. دي طبعا الجزء الاولاني او وش الشنطة. والناحية التانية هبدأ أقص كده. أنا خدت الارتفاع كمان، بعد ما خدت العرض خدت الارتفاع وهبدأ أقص. طبعا دي أول جزء بالشكل ده، وهعمل جزء مربع للظهر بنفس المقاس. بالنسبة للأطراف هتبدأي تقصي الطرف أو الحاجات الزوايد الخارجية عشان تبقى الشنطة مظبوطة ومتتعبكيش في الشغل. طبعا الشنطة هعمل ليها جنبين وقاعدة، هبدأ أقص الجنبين والقاعدة قد بعض. الجنبين هيكون بنفس طول الشنطة، يعني الطول بتاعها بنفس طول الشنطة، أما العرض مناسب ليكي لعرض الشنطة. أنا هنا العرض ده كان مناسب ليا وكمان مناسب للتطريز اللي أنا هطرزه على الشنطة. هبدأ أقص 2 جنبين بنفس المقاس، وطبعا هبدأ أشيل الزوايا زي ما احنا قلنا، وهعمل كمان قطعة مربعة قطعة زيهم بالظبط للقاعدة. ادي كده الوش والظهر، وقصيت 3 قطع بطول الشنطة والعرض مناسب للجنبين وللقاعدة. دي طريقة القص زي ما انا وريتكم، وبعد كده هنشتغل عليها ان شاء الله، وهيبقى فيه فيديو مفصل للشغل على الشنطة ديت ان شاء الله الفيديو القادم بإذن الله. ودلوقتي هنبدأ اوريكم انواع الخيوط المستخدمة. انا هنا هشتغل للشنطة دي بنفس الفتحات الشنطة دي خيط سلسلة مصري عادي، او ممكن تشتغلي كمان بخيط قطان او خيط كليم رفيع. هنا دي الإبرة اللي هستخدمها للشنطة دي، هي إبرة إيتامين أو إبرة كنفا.
وفي نوع تاني من الانواع الابر بالشكل ده الفتحة بتاعتها صغيرة شوية، بتبقى طويلة شوية وبس صغيرة عشان تخش في الشنطة اللي فتحتها صغيرة. وانا هوريكم ازاي ان الابرة دي مختلفة عن الابرة دي في الشغل. وطبعا هحتاج للخيوط السلسلة عشان هي لازم تتحرق اطرافها عشان بتنسل. وطبعا ان شاء الله لو هتعملي الشنطة مقلاب محتاجة هنا قفل، وبعد كده محتاجة كمان 2 جنشين او حلقتين للجناب عشان نحط الحزام الشنطة. هنا بقى دي بالنسبة للخيوط بقى عندي هنا خيوط القطن بنشتغل على فتلتين او 3 فتلات على حسب سمك الفتحة بتاعة الشنطة. ادي او دي الشنطة اللي كانت جاهزة. بصوا هي الفتحات بتاعتها رفيعة جدا جدا او صغيرة جدا، مش هتدخل معايا ابرة الإتامين. دخلت معايا الابرة اللي هي الفتحة بتاعتها صغيرة شوية، دي ابرة الإتامين ابرة الكنفا. بص ما دخلتش معايا، دي مش الابرة المناسبة ليها. تمام، دي الابرة اللي دخلت معايا، ودي جبتها من مستلزمات العراوي والزراير وكده، اللي هو الراجل اللي بيخيط وبيعمل عراوي وزراير هما بيبيعوا الابر دي، ممكن تقولي ابرة منجد. ودي بقى الخيوط زي ما قلت لكم المستخدمه وعلى حسب فتحات الشنطه طبعا. والخيوط دي هنا مناسبه لابره الكنفا. وهنا كمان ممكن نستخدم خيط كليم رفيع او خيط اورجانزا او خيط قطيفه. هنا نهايه الفيديو. لو عجبك الفيديو يا ريت تدعميني باشتراك ولايك، وتكتبي لي تعليق محفز وتقولي لي من اي بات بتشاهديني، ونفسك اقدم ايه تاني في القناه تكتبه لي في التعليقات. ودمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله.